اتذكر كلامي الآن كان سيشن العقل اللاواعي. بلي تدري كثير من وسواسك القهري بسبب عدم سيطرتك على عقلك اللاواعي. تدري كثير من شكك بسبب عدم سيطرتك على عقلك اللاواعي. تدري كثير من ذكرياتك السيئة يزورك بسبب عدم سيطرتك على العقل اللاواعي. إذا أقول لك نصيحة تأخذها، شوف ابني، مرات الجرح من يحمل جراحة يأذيك لو ما يأذيك. من تسحب الجراحة منه يشفى لو ما يشفى. زين، هذا الجرح اللي يكون على الجلد، أسألك سؤال، إذا الجرح بالقلب، إذا الجرح بالعقل، تدري أنتوا ايش قد عندكم جروح بقلوبكم؟ ايش قد عندكم جروح بعقولكم؟ جرح غدو، جرح خيانة، جرح إهانة، جرح إذلال، جرح فوق جرح. صدقني من هسه إذا نفتح قلبك نلقى أكو هواي جراحة بي، لأن الجرح لم جراحة. راح تقول لي سيد هذا المشكلة، الحل شنو؟ الحل ابني حاول ألا تكبت. يعني مجرب أن تزور علي بن أبي طالب عليه السلام بعد صلاة الفجر؟ مجرب هذا الشيء، هذا الشعور؟ جرب، شوف مادة الدوبامين اللي راح يفرزها الدماغ من تدخل لضريح أمير المؤمنين وتقعد تكلم أبو الحسن، تقول له سيدي يا أمير المؤمنين أنا هيك صار وياي، أنا هيك صار وياي، أنا هيك صار وياي، أنا هيك صار وياي، أنا هيك صار وياي. جربت أن تقعد على السجادة تسولف مع رب العالمين؟ بلي تكلم مع الله بأدق التفاصيل. يا ربي أنا اليوم طبيت فلان هيك حكى وياي، هيك حرجني قدام الكل وما قدرت أحكي، لأن كان أكو كيت وكيت 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 أكو سبب. ورا ما تخرج هاي الجراحة راح تحس نفسك ترتاح، تشعر بالراحة. جرب، لا تكبت ابني، ثق مني، كل كبت ورا جريمة، كل كبت ورا مشكلة. لا تكبت ابني، ثق مني، كل كبت